دونالد ترامب بيلعب بالنار والحدود المصرية في خطر. أنا مش من أصحاب فكرة إن ممكن يبقى في مواجهة عسكرية ما بين مصر وإسرائيل، لكن في الفترة الأخيرة بقى عندي إحساس إن الوضع بقى على صفيح ساخن، وإن دونالد ترامب بينفخ في النار بقراراته اللي محدش فاهم لها حاجة ولا عارف نتائجها ممكن تكون إيه. ولحد وقتنا هذا مفيش محلل سياسي أو استراتيجي يقدر يجزم إن قرارات ترامب ناجحة أو فاشلة، لأن النتائج على أرض الواقع لسه ما بتبانش دلوقتي، وكل حاجة بتاخد وقتها. زي مثلا قرار الجمارك اللي اتفرض على المكسيك وعلى كندا. أثار القرارات دي مش هتبان دلوقتي على طول، حتى لو البورصة الأمريكية اتأثرت، كل حاجة بتاخد وقتها. لكن في ملف أخطر من اللي احنا بنتكلم فيهم دول، وهو ملف الحدود المصرية. ولو استمر الوضع على ما هو عليه، تفتكر إن ممكن يبقى في مواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل في القريب العاجل؟ فنجان البن التمام، ويلا نعرف الحدوتة سوا. طب ده مجرد كلام اللي قلناه في الفقرة الأولى، لأن في مقالات وتقارير عالمية بتأكد إن إدارة ترامب لملف الحدود المصرية بالشكل ده ممكن يفجر المنطقة كلها. طب إيه اللي بيحصل على الحدود؟ في إيه في غزة؟ مين اقترح خطط؟ ومين حط اقتراحات؟ في تقرير نزل على موقع فورين بوليسي، أقوى موقع تحليلي في العالم، وكاتب التقرير هو جون هالتي واجنر. شرح جون في التقرير وقال إن قدامنا 3 سيناريوهات لمستقبل غزة. قال في التقرير إن ترامب عنده خطة واضحة، أو خلينا نقول خطة مش واضحة لترامب بالنسبة لغزة. الخطة اللي كلنا عارفينها، وهي تهجير كل سكان قطاع غزة لسيناء، وفي حالة رفض مصر والأردن هيتم وقف كل المساعدات. تحويل غزة لمشروع استثماري أمريكي، ميناء وفنادق وعالمية زي ما تم عرضه في الفيديو اللي بالذكاء الاصطناعي. كمان هيرسل قوات أمريكية للسيطرة على القطاع، لكنه اتراجع عن الفكرة دي بعد الهجوم اللي قام عليه. المشكلة يا صديقي إن تنفيذ الخطة دي شبه مستحيل. حتى لينسي جراهام، أقرب المقربين لترامب، صرح وقال إنها غير منطقية ومش هتطبق، ولو حاول ترامب ينفذها